اهلا بكم يا جدعان في فيديو جديد كامل جدا من حلقات اخت مختاس. انا اسفه عشان طول النهار طبعا ما صورتش على العاده، مختصه فيها النت ومش عايزاني اولعه عشان الدراسه، بس انا ولعته من وراها. هو حد يروح يقول لها يا جدعان جالي الفكره ان انا في ديسك هنا كنت شويالي بانيه اكل بانيه وانا قاعده في الشارع بالجنينه بتاعت بيتي. يلا بينا، يلا بينا، تسلية كده، تسلية على الهادي. طبعا ده البيت، وهناكل طبعا هنا في الحتة الهادية دي. هنمسك بانيها كده في ايدينا، بسم الله. حط عليها كاتشب طبعا. هتيجوا ضربة من ايديا. بصراحة يا جدعان عايزة اطلع الأوضة عشان دي طبعا الكتابات اللي كنت قاعدة اذاكر بيها. نطلع الأوضة. أنا طبعا حاطة نيش. ده الأوضة طبعا بتاعتي، أنا بحب الأوضة بتاعتي تكون مثالية، ما يكونش يعني حد مشاركني فيها بصراحة. نمسك واحدة من ايدينا تاني. تحذفوا البنيها والله. تعملي كده نستضعف تاني. سامعين القرمشة؟ ثواني تاني. سامعين القرمشة؟ القرمشة طالعة من بقي مظبوطة 100%. واحدة تاني، واحدة تاني. يلا بينا على القرمشة. البلكونة طبعا. نطلع طبعا السلالم. هوبا سكالوبا. دي أوضة طبعا الأنوف. وبين نفتح. هنا طبعا الحمام. طبعا أوضة مختص بسيبها ليها، بس أنا بقعد عليها براحتي عشان دي غلط. نمسك حتة بقرمشة تاني. ثواني أروح أجيبها من المطبخ. جبتها من المطبخ. أنا قاعدة على الهوا، شفتوني؟ قاعدة على الهوا طبعا، على الهوا. واحدة تاني قرمشة، واحدة تاني. حلو قوي البانيه، الحمد لله. اروح اجيب لي عصير من البلكونه. طبعا هجيب لي عصير بالمانجا. اجيب لي عصير طبعا بالمانجا عشان انا بحب المانجا، عشان الحلوى الملوطي، بس ان انا بحب المانجا. الشاليمو طبعا تحفه. ناخد لي واحده كمان نرميها دي بقى. دي بتشتي. سوري كمان اروح اجيب الغسيل برضه. الغسيل اتبل.
ملحقتهوش وكنت هقع وراه، بس الحمد لله ناس حذروني وقالوا لي هتقعي، فقلت له قالوا لي انت عبيطه، قلت لهم لا انتوا اللي عباط. حقي ولا مش حقي؟ انا اسفه طبعا على الناس اللي انا قلت لهم كده، بصراحه عزقتهم. إيه. يا لك شو برتقال سفنتي كله بيقول لي شبه البرتقال، بس قشره اسمه ايه؟ هي الحاجات الناس بيميزوها ساعات من البرتقال والسفندي. انا اللي جايباه ده سفندي، انا بميزه اللي هو قشره بيتقشر بسرعه، وكمان غير البرتقال، وكمان هو صغنون. ولا انا التلفزيون فيه تاني. ناخد لفه بالسكوتر، نسيت والله اقول لكم. لا لازم نروح نجيب حاجه من السكوتر، نروح السوبر ماركت نستلم حاجات غريبه كده. جدعان اهو السكوتر، انا خايفه طبعا. ده السكوتر هتقول حتى ورد وراكي زرق اخضر وبينك وموف. ليه؟ اقول لكم عشان البنات بيحبوا يحطوا وراهم حاجات حلوه تونسهم وهم في الطريق. وهتقولي لي حتى انت عبيطه عشان انت حاطه كوز قزح. اقول لكم انا بحب كده، انا مش بعترض والله.